بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الشعب السوداني الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم يسعدني جدا أن أطرح لكم رؤية حركة تعلم المستوى السودانية. والرؤية مبسطة جدا، أنه أنتم زي ما عارفين أنه الحرب ما زالت حتى الآن يعني تجري في البلاد، والحرب دي بدأت منذ بواكر الاستقلال، والشعب منذ ذلك التاريخ طبعا بات يدفع الغالي والنفيس في سبيل أنه ينال يعني الحرية والكرامة. ولكن أنا قناعتي الشخصية أنه إن شاء الله تعالى الشعب سوف ينال مراده، وعشان في النهاية يتمتع بخيرات بلاده وننعم بالاستقرار والسلام والحرية والديمقراطية وسيادة حكم القانون. ده ما بيتم إلا برؤية سياسية واضحة المعالم. لذلك الحركة يعني الآن طرح رؤية سياسية محددة، وعبر برضو رؤية عندها كذلك مبادئ يعني معينة. احنا بنقدر نقول أنه صحيح الحرب يعني استمرت منذ استقلال السودان، وفي صحيح يعني أنظمة وطنية تعاقبت على الحكم، ولكن كان نصيب المؤسسة العسكرية لوحدها 57 عام، والمحصلة النهائية طبعا يعني حروب شاملة، تخلف سياسي واقتصادي واجتماعي والتنمية بشكل شامل زي ما انتم شايفين، وكذلك تخلف في الخدمات الأساسية من تعليم وصحة وأمن ومياه وغاز وطرق وسكن، كل هذه المسائل، وذلك حتى في التخلف في التنمية بتاع المورد البشري كأساس، وغياب الرؤية الاستراتيجية للنهضة، وغياب الحرية والديمقراطية وشكل الحكم المتفق عليه. برضه ما عندنا كذلك، ما عندنا دستور دائم، ولا عندنا عقد اجتماعي بيجمع بين كل الشعب السوداني، ولا حكم الرشيد، ولا العدالة والمساواة بين المواطنين. من خلال هذه النتيجة النهائية لكل سنوات الحكم السابقة منذ الاستقلال، تأكد لنا فشل الجمهورية الأولى التي قامت بعد الاستقلال. لذلك إننا في الحركة نرى ضرورة إقامة جمهورية ثانية جديدة على أنقاض الجمهورية الأولى الفاشلة، ولا بد لنا أن نطوي يعني تلك الصفحة المؤلمة من تاريخنا السياسي، وكذلك يعني نبني مستقبل جديد. بالتالي السؤال المطروح: ما هي الجمهورية الأولى الفاشلة؟ وهنا ممكن نعرف هذه الجمهورية الأولى الفاشلة. هي الجمهورية التي يعني أنشئت أو قامت بعد استقلال السودان 56، وانتهت بحرب مدينة الحرب في 15 أبريل 2023 في الخرطوم، وده نهاية الجمهورية الأولى الفاشلة. وعندها يعني بعض السمات الواضحة جدا، منها يعني غياب الحرية والديمقراطية في الفترة الفاشلة دي، حروب أهلية زي ما انتم شايفين منذ الاستقلال بين المركز والأقاليم، انفصال جنوب السودان، وكذلك ارتكاب جرائم إنسانية، جرائم ضد يعني جرائم حرب، جرائم إبادة جماعية. السودانيين يعني ملايين هجروا بلادهم إلى بلدان أخرى، إلى دول الجوار، وكذلك تكريس الحكم الدكتاتوري القمعي، وتفشي البطالة، وغياب مبدأ سيادة حكم القانون، وكذلك غياب الرؤية الاستراتيجية للنهضة بالبلاد، وتدهور كافة في يعني تدهور يعني كبير جدا في الخدمات الأساسية من الصحة والتعليم والطرق والكهرباء والغاز، واستشراء الفساد المالي. كلها سمات يعني للجمهورية الأولى الفاشلة. القوات المسلحة للأسف والشرطة والأمن في حالة حرب يعني مع الشعب، وتفشي خطاب الكراهية والعنصرية، ونزوح داخلي المواطنين، نزحوا يعني في داخل بلدهم، وظلم اجتماعي طبعا ناتج من السيطرة على القرار السياسي، احتكار الموارد والثروة والفرص الاقتصادية والمالية، يعني ما في برضه تنمية متوازنة، غياب التنمية المتوازنة، واحتكار الفرص التجارية، وكلها كل هذه يعني برضه غياب العدالة والمساواة والشفافية والحكم الرشيد، والسيطرة مجموعات محددة على مؤسسات الدولة، واختلال فيها قومية هذه المؤسسات الكبيرة المفروض تكون هي ملك للشعب السوداني، وبرضه غياب الهوية السودانية الجامعة المحددة. كل هذه يعني السمات، إضافة إلى ذلك برضه في تخلف طبعا زي ما أنتم شايفين اقتصادي واجتماعي وتنموي في كل البلاد، وغياب للمشروعات البنية التحتية. ما عندنا زي ما انتم شايفين لا طرق، لا كباري، لا مطارات في كل الاقاليم السودان المختلفة، وبرضه عدم اقرار حتى الان ما قررنا دستور دائم قائم على التراضي الوطني بين كل الشعب السوداني، نحدد فيه شكل الحكم ونوزع فيه السلطات والصلاحيات. لذلك لابد من قيام الجمهورية الثانية، ودي سمات بها الجمهورية الأولى.
فإحنا الجمهورية الثانية بنفتكر أنها لابد من وجود عقد اجتماعي، أن يكون في عقد اجتماعي نتوافق على عقد اجتماعي جديد نؤسس عليه الدستور. ده واحد. اثنين، العقد الاجتماعي يقوم على الديمقراطية، على الحرية، وكذلك على العدالة والمساواة والفدرالية، وأن شعوب الأقاليم المختلفة هم الذين يقومون بوضع الدستور عبر مؤتمرات الأقاليم متدرجة من مستوى القرية حتى يعني مستوى الخاص بالمستوى القومي، ونعيد تأسيس بناء القوات المسلحة والشرطة والأمن على أسس جديدة قومية. وكذلك لابد من يعني يكون في إدارة للتنوع الثقافي والعرقي على قدم المساواة بين كل المواطنين. وكذلك الحكومة تقوم على أساس المواطنة المتساوية، أي حقوق والواجبات كلها على أساس المواطنة المتساوية دون تمييز، ونرسخ يعني معاني ومسكات الوحدة الوطنية والتربية الوطنية وحب الوطن والسيادة كمان للشعب، يمارسها الشعب عبر الانتخابات ويراقبها الشعب بآلياتها المحددة. وكذلك لابد من إنشاء يعني محكمة دستورية، وكذلك العمل لمكافحة الفقر، والمحكمة الدستورية للفصل بين النزاعات بين الأقاليم، والنظام برضه يكون نظام رئاسي يتم فيه الانتخاب من الرئيس مباشرة من قبل الشعب، وإقرار وترسيخ مبدأ تداول السلم للسلطة. وذلك الجمهورية الثانية توفر الأمن والغذاء، السكن اللائق بالصحة، التعليم، المياه النظيفة، الاهتمام يعني بالكهرباء، اهتمام بالمرأة بالطفل والشباب والشابات، وبرضه يعني نعلي من قيم التسامح والإخاء والمحبة وقبول الآخر، وأي شخص من حقه أن يكون آخر يعني. والعمل على أنه في النهاية نقود نهضة تنموية شاملة سياسية واقتصادية واجتماعية، وذلك عمل في أن نكون من البنية التحتية ومبدأ التعايش السلمي، ونجرم العنصرية وخطاب الكراهية، وكذلك قوانين صارمة يعني ضد العنصرية. وده بفتكر أنه دي كل هذه المبادئ الأساسية التي يجب أن تقوم عليها الجمهورية الثانية. وبفتكر أنه الآن يعني رغم الصعوبات، رغم الضنك، رغم الحرب المستمرة، لكن بإذن الله تعالى حين سوف يعني نصل يعني إلى قيام الجمهورية الثانية. وأنا أدعو كل الشعب السوداني أنه يعمل، الشباب، الشابات، القوى السياسية، خرقات الكفاح المسلح، وكل الذين يسعون من أجل السلام والأمن والاستقرار، أن نسعى جميعا وننادي بصوت واحد من أجل إقامة الجمهورية الثانية، ويقتل فيها إن شاء الله نسعد بالأمن والاستقرار، ونودع الحرب ونودع هذه الفترة المؤلمة. في نهاية المطاف يعني لابد من المستقبل، لابد من الأمل، ولابد أن في نهاية المطاف السودانيين عندهم القدرة في أنهم يعني يبنوا سودان جديد ونفتخر به في كل العالم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.